السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم بعد غيبة طويلة طبعا. يوم جديد بقى وروتين جديد. واول حاجة بقى ببدأ بيها يومي الغسيل. وطبعا بالذات في الشتاء لازم ان انت لما تبدأي يومك في الغسيل تبدأيه يعني من بدري وكده، عشان خاطر ما يكونش يعني لما تيجي تلميه وكده ما يكونش مرطب في الدولاب. في ناس بتحب اللي هي تنشر على المنشر جوه يعني وكده في الشتاء، بس مهما تنشري على المنشر بترطبي الجو بتاع البيت، بيكون الرطوبة، نسبة الرطوبة بتكون في البيت عالية. فلو عندك اطفال بتتعبي صدرهم، وحتى لو انت يعني، وحتى لو مفيش اطفال وكل اللي في البيت كبار وكده يعني، برضو يعني بتتعبي صدرهم وكده. فالافضل اليوم الغسيل ده تبدأيه من بدري. طبعا كنت بلم بقى كل اللي عندي، وطبعا الفرشة بتاعة السرير دي لازم اللي هي تتغير كل 3 ايام يا جماعة. في ناس مش عارفة هم بصراحة عايشين حياتهم ازاي، ان الفرشة ديت ما بيغيروهاش غير مثلا كل اسبوع، كل 10 ايام. انا مش عارفة، انا مش قادرة اتخيل ان في حد كده بجد. يعني انا مثلا يعني لما بشيل الفرشة اللي على السرير بفتح الشباك يشمس السرير الاول، لما تبقى ريحة يعني تبقى ريحة الفرشة كده وريحة السرير الشمس وكده، تروحي بقى تفرشي الفرشة عليه وانت مرتاح. طبعا يا بنات، انا مش بفرش ملايات على السراير على فكرة، لان الدفايات بتكون مغطية السراير، فمش اللي هو يعني بالكترة كده يعني. احنا اهم حاجة ان احنا نكون مغطين المرتبة بتاعة السرير من كل الجوانب، بس يعني مش لازم ان احنا نفرش حاجات كتير. ودخلت بقى على المطبخ، زي ما انتوا شايفين معايا التلاجة كانت مكركبة، وفي اليوم ده كنا شارين خضار وحاجات يعني وكده. فانا لازم كل ما بشتري حاجة مثلا هحطها في التلاجة لازم انضف التلاجة الاول. طبعا يا جماعة، الناس اللي كانت بتشتري اكياس من ايكيا وحاجات يعني منظمات للتلاجة وحاجات كتير، احنا عايزين يا جماعة نحاول ان احنا ننظف حاجتنا، وما نستخدمش وما نستهلكش فلوس كتير وكده يعني، لان طبعا الحياة غلت وكل حاجة غلت وكل حاجة، بس الرواتب زي ما هي. فانا ان شاء الله باذن الله في الفيديوهات اللي جايه هساعدك ان انت ازاي تفضلي مرتبة بيتك من يعني، وتستغني عن حاجات كتير كنا بنستخدمها في الاول، منظفات، آه، حاجات كتير جدا مش هخليكي تحتاجيها. نرجع بقى لأمهاتنا أيام زمان اللي كانوا بيبقوا منظفين بيوتهم ومخلين بيوتهم جميلة من غير ما يستخدموا منظفات وحاجات كتير قوي من الغالية اللي احنا بنشتريها دلوقتي. هي الحاجات دي بالنسبة لو حد تعبان يا جماعة، أو حد عنده ظروف خاصة يعني، اللي هو ما يقدرش ان هو يشتغل زينا في البيت كده، أو حد عاجز أو الكلام ده كله، فهي بتساعده وبتكون مريحة بالنسبة له. انما طول ما احنا ربنا مدينا الصحة ان احنا نشتغل وننظف بيوتنا، ليه يا جماعة يعني ما نتعبش نفسنا شوية ونستغنى شوية عن المنظفات شوية، الحاجات اللي هي الغالية شوية يعني، عشان خاطر نعرف ان احنا نعيش يعني، ما نورطش نفسنا وما نزنقش نفسنا ونخنق نفسنا في الغلا اللي احنا بقينا فيه ده. ده كرتونة البيض بقت ب90 جنيه، يعني كل حاجة غلت بقت الضعف، والرواتب ثابتة زي ما هي، يعني الرواتب ما زادش عليها اي حاجة طبعا. احنا عشان خاطر نرجع نعيش للمستوى اللي هو العادي، احنا عشان دلوقتي تعيشي الحياة اللي هي الآدمية، اللي هو العادي، اللي هو المستوى المعقول يعني، اللي هو مش هتعيشي حياتك ببذخ ولا بأي حاجة يعني ولا كده. عايزين اقل حاجة يعني كل بيت زي الرئيس ما قال كده 10,000 جنيه. بس هو طبعا مش بيساعد حد ان هو يكون متوفر له الحاجات دي، ده بالعكس. يعتبر كل حاجة دلوقتي بقت بالفلوس، يعني فضل النفس يا جماعة اللي هيحاسبونا عليه. سبحان الله يعني. بس احنا يعني نحاول ان احنا، انا مش بديكوا طاقة سلبية ولا اي حاجة، انا يعني عايزة وبس يعني اساعدكم واساعد نفسي ان احنا نستغنى عن حاجات كتير كانت مكلفة بالنسبة لنا، لان يعتبر الحياة يعني الفترة اللي فاتت ديت كانت يعني احنا كنا بنبقى شايفين ان هي صعبة وكده، بس لا، هي بالنسبة للي جاي وللي احنا فيه يعني اسهل بكتير واحسن بكتير يعني. بس طبعا الخير فيما اختاره الله، يعني ربنا مش بيختار لنا اي حاجة وحشة ولا اي حاجة، بس احنا نحاول نساعد نفسنا.
ان يا جماعة اي واحدة كانت مهملة، اي واحدة كانت بتستخدم الحاجة، يعني مش بتحافظ في الاستخدام والاستهلاك بتاعها وكده، تحاول على قد ما تقدر ان هي تحافظ وتخلي استخدامها للحاجة معقول وكده. طبعا انا طبعا يا جماعة يعني بنضف التلاجة بحاجات بسيطة جدا. انا بجيب حتة قماش من اللي هي القطن. مش هقول لكم ان انا مثلا ان انت لازم تستخدمي فوط غالية وحاجات من دي، لا يا جماعة. الفانيلات بتاعت عيالك القديمة القطن، اي ملابس عندك كانت قطن مثلا عندك وكده، المهم تكون ايدك في الحاجة، لان طبعا الاجهزة بتاعتنا ديت عمرنا ما هنعرف نعوضها تاني. يعني كل واحد يحاول اللي هو يحافظ في استخدامه على حاجته على قد ما يقدر، يعني من الاخر كده تحطوا حاجتكم في عينيكم لان بصراحة يا جماعة الحياة يعني ما عادش زي الاول، ان احنا نعرف نشتري اللي احنا عايزينه ونجيب كل حاجة احنا عايزينها. يعني انا التلاجة بتاعتي دي كنا جايبينها ب3500 من 6 سنين. التلاجة دي النهاردة بسعر النهاردة يعني في اليوم اللي انا بتكلم معاكم فيه ده 14000 جنيه. ليه يعني؟ ليه 14000 جنيه؟ ليه يعني؟ ده هما 6 سنين يا جماعة، مش كتير اوي. ما تحسسنيش ان انا خلاص بقيت يعني عدى وقت كتير قوي عليها ولا اي حاجة. بس برغم كده ان انا بحافظ على حاجتي برضو، يعني سواء الحاجة غالية الحاجة رخيصة، انا حاجتي تعز عليا شوية، فانا فلازم تعز عليكي، ما تعزش عليكي، معاكي غنية فقيرة، لازم يا جماعة الحاجة تبقى ايدك فيها على طول. يعني اللي هو الجوان بتاع التلاجة، بتاع باب التلاجة ده، لو ايدك فيه على طول مش هيسود. لو الرفوف بتاعتك بتنضفيها وبتحافظي عليها عمرها ما تتكسر وتبوظ، ولو اتكسرت وباظت ممكن تستبدلها بحاجات اقل. يعني في مش لازم تجيبي يعني نفس الرف في الارفف الحديد اللي هو زي اللي في ايدي ده مثلا، اللي انا هحطه في التلاجة دلوقتي مش غالي ومش بينكسر. وطبعا لما احط عليه الطقم اللي هو البلاستيك، المفارش بتاعت التلاجة، يعني هتكون مش مبينه شكله ان هو مش اوفر يعني ولا حاجه وحشه او كده. احنا نحاول بس ان احنا يعني نستبدل الحاجات. يعني انا لو محتاجه حاجه احاول ان انا استبدلها بحاجه يعني مش غاليه، مش هتضلعني يعني يا بنات. وفي نفس الوقت ان انا مش هسيب الحاجه بتاعتي يعني بايظه واهمل فيها لحد ما تبوظ خالص، لان انت لو بقيتي تهملي في الحاجه واحده يعني مره مع مره وكده، الحاجه بتاعتك هتبوظ خالص. طبعا انا فرشه، انا عندي التلاجة بتجمد، ما حدش بقى يقول لي ان التلاجة عالية او كده، لان التلاجة مش معلية، انا مخليها على الوضع اللي هو الطبيعي بتاعها. يعني بظبطها في الصيف وفي الشتاء على حسب الكتالوج بتاعها يعني. طبعا المفارش بتاعتي دي انا بقصها على قد الارفف كده، بحاول ان انا انظمها واظبطها على قد الارفف. برضو التغيير، يعني التغيير برضو مطلوب برضو لما تغيري في شكل الحاجة وتغيري كده في البيت بتاعك كل فترة بيديكي نفسية حلوة. انما لما يبقى الشكل هو الشكل معاكي دايما وعلى طول كده، بتبقى النفسية بصراحة يعني وحشة جدا، لان بتبقى هي الحاجة قدامك ما بتتغيرش، بتحس ان روتينات حياتك العادية يعني ما فيش فيها اي تغيير ولا فيها اي حاجة يعني. وبعدين الايام اللي جايه بقى تبقى دخلت رمضان، وطبعا تفريزات وحاجات كتير. بس والله يا جماعه كل حاجه بتبقى جايه برزقها، يعني رمضان ده سبحان الله يا ربي، حتى انت لو مش مفرزه حاجه ومش عامله حسابك على حاجه بيكون فيه الخير كتير جدا. وطبعا لازم على قد ما نقدر ان احنا يعني بنغير حاجات بسيطه بتدي شكل للبيت وبتغير من ملامح البيت بتاعنا، عشان حتى يعني تدي روح للبيت كده مثلا كده يعني. انا طبعا كان اليوم ده كان يوم السوق وكده، وكان عندي سمك، فاول ما نضفت الدرج بتاع السمك ده دخلت السمك فيه وكده. طبعا انا كنت بنضف التلاجة بسرعة جدا يعني، فما خدتش وقت وما خدتش وقت طويل وكده، وشغلت التلاجة لاني كنت لسه هشوي السمك ده اخر النهار وكده. طبعا عشان ما يجرالهوش حاجة، يعني انا غسلته ورجعته في الكيس تاني وحطيته في التلاجة. ليه برجعه في الكيس؟ عشان خاطر لما اجي اللي انا اشويه بطلعه برضو تاني من الكيس واغسله برضو مرة تانية، وبحط له الردة بتاعته واشويه، بس عشان خاطر يكون
مش ناشف كده يا جماعة، يكون لسه كأن هو يعني، اصل انت لما بتطلعيه من الكيس وتحطيه كده في التلاجة، في رف التلاجة، اول حاجة بيطلع، مش عارفة، انا بحس ان هو بيطلع ريحة زفارة، او ما يكونش فيه ريحة زفارة او كده. ففي نفس الوقت برضو عشان خاطر يعني بحس اللي هو بينشف كده، انا بفضل يعني، وبحب ان انا اسيبه في كيس لحد ما اجي ان انا اشوي. طبعا البيض ده يا جماعة انا غسلته قبل ما ارصه ولا احطه في التلاجة ولا اي حاجة. جبت بقى الحاجة بتاعة الفطار بتاعتي، اللي فضيته في علب فضيته، واللي ما فضيتهوش في علب بقى سيبته في العلب اللي هو كان جاي فيها كده، يعني مغلف، مش هيجراله اي حاجة ولا هيبهدل لي التلاجة ولا حاجة. طبعا برضو كان عندي رنجة في اليوم ده، فانا حطيته سبتها برضو في الكيس كده، وحطيتها في علبة، وحطيتها في الدرج اللي هو بتاع اللحوم والاسماك ده، عشان ما تطلعش اي ريحة في التلاجة ولا حاجة. يعني تبقى الريحة يعني ما التلاجة والحاجات اللي في التلاجة ما تشمش من ريحة السمك ولا الرنجة ولا كده. طبعا الرف ده لو انت حابة تحط فيه قطعة فحم عادي حطي، بس انت لو حطيت الحاجة في الاكياس مش هتلقط في التلاجة ولا اي حاجة. وكنت جايبة كمية جزر في اليوم ده، فانا حبيت ان انا اعمل حاجة مختلفة شوية يعني. انا حبيت اللي هو المربى بتاعت الجزر، ان انا مش هعملها يعني. قلت ان انا اجرب يعني ايه، مش هعمل مربى جزر، انا حبيت ان انا ابشر الجزر واحط له يعني نسبة سكر قليلة، مش زي المربى بتاعت الجزر، واطيبه في صينية في الفرن. اشوف هو يعني هيبقى ايه، هيبقى حلو ولا هيبقى ايه. بس بصراحة كانت تجربة جميلة جدا وطلع، يعني انا كنت بقطعه كده من الصينية القطعة بقطعتها كده، وكانت جميلة جدا. كان جميل يعني والله، كان طعمه جميل وما كانش يعني مسكر زي المربى جامد قوي يعني كده، بس كان طعمه حلو. فجربوه لو انتوا حابين تجربوه، مش هتندموا خالص يعني. طبعا يا بنات الفترة اللي احنا فيها ديت، لو انت في مقدرتك ان انت لو حتى لو كل فترة هتعيني 10 جنيه، لو كل فترة هتعيني 5 جنيه وتجيبي حاجة ان انت تجددي روح شقتك على دخلة رمضان، فده بيدي روح يعني جميلة في الشقة وكده. مش لازم بقى المنظفات والحاجات الغالية جدا اللي احنا كنا بنجيبها، احنا ممكن نستخدم يا جماعة، نستبدل المنظفات دي بحاجات تانية. ممكن ملمع الخشب ده ممكن ما نجيبوش غير كل سنة مرة يعني. ممكن هتقولي كل سنة مرة، ممكن ما نستخدموش غير كل سنة مرة، نستبدله بالخل والشاي. احنا لو جبنا كوباية شاي، غلينا كوباية شاي وصفيناها كويس جدا، ما خلانش فيها اي رواسب ولا اي حاجة خالص، وعليها شوية خل ومسحنا بيها الخشب، هتخلي الخشب جميل جدا يعني، هتخليه بيلمع، وهتخليه هتنضفه جدا يعني احسن من الملمع بكتير. وبرضو لو مش هقول لكم الجاز، لان الجاز بيدي يعني ايه ريحة وحشة جدا، مع ان الجاز بيلمع جدا وبيدي بيحافظ كمان على الخشب ان هو ولا يسوس ولا اي حاجة. طبعا بعد ما تستخدمي الحاجة، طب الريحة بتاعت الملمع بتاع الخشب، الريحة بتاعته بتكون جميلة جدا. احنا ممكن نستبدلها يا جماعة بحاجات تانية، ممكن نستبدلها اللي احنا نحط مع الخل والشاي نقطتين من اي زيت عطر عندنا. ما عندناش اي زيت عطري ولا اي حاجة، نحط نقطتين من اي برفان يا جماعة عندنا بنستخدمه، بنكون حابين ريحته وريحته حلوة وكده. ممكن الأوضة اللي انت شغالة فيها بعد ما بتنضفيها وبتمسحيها وبتلمعي خشبها وكل ده، بتجيبي مثلا بخور وتولعيه في الأوضة، فالخشب بيكون لسه ممسوح، فبياخد من ريحة البخور، فبتكون الريحة بتاعته حلوة وجميلة برضو. حاولوا يا جماعة تشغلوا مخكوا شوية وتفكروا شوية وتستبدلوا يعني. الحياة بقت صعبة جدا، ما تحاولوش ان انتوا تزنقوا نفسكوا وتورطوا نفسكوا، لان بصراحة التجار بقى عندهم جشع يعني. طبعا كل همهم ان هم يعني ازاي يكسبوا، يعني عايزين يكسبوا على قد ما يقدروا يعني. هم بصوا محدش يا جماعة بيراعي ربنا في حد. طبعا انا هنا كنت ببشر الجزر في المحضر الطعام ده، وهو بيوفر عليا وبيسهل عليا كتير جدا. على فكرة اللي هو باقي الغطا الحلة اللي هي بتاعت الكبة دي مكسور، عشان كده انا لازقاه بلزق وكده. فانا مش بطلع انصحكم النصيحة وانا مش بستخدمها، لا،
انا بعمل كده، يعني انا فعلا بعمل كده، انا بحاول ان انا على قد ما اقدر وكده ان انا اوفر في بيتي. فلذلك انا بنصحكم بقول لكم كده، حاولوا عشان تمشوا بيوتكم، ما تستلفوش من حد، ما تورطوش نفسكم ان انتوا مثلا تستلفوا او تاخدوا قروض عشان تمشوا بيوتكم او عشان خاطر تفتحوا مشاريع فاشلة. حاولوا على قد ما تقدروا ان، يعني حتى انت لو مش بتشتغلي وكده ومش بتدخلي فلوس في بيتك ومش بتساعدي، يعني الواحدة برضو لما بتشتغل وبتدخل فلوس بيكون ليها وضع تاني، ان هي بتساعد في البيت. تختلف لما تكون الواحدة يعني مش بتشتغل، بتكون عيب من الاخر يعني كده، مش زي اللي بتشتغل. اللي بتشتغل حتى على الاقل بتكون بتصرف على نفسها. فحاولي ان انت ما تكونيش عيب، حاولي ان انت دايما تكوني يعني، وبرضه في نفس الوقت ما تكونيش يعني ما تجيش على نفسك قوي، يعني الحاجة اللي انت هتوفريها ديت ما تجيش على نفسك. ممكن تعوضي الحاجات ديت، ان انت تجيبي حاجات تانية انت كنت محرومة منها، ما كنتيش بتجيبيها قبل كده. حاولي تصلحي غلطاتك دي. انا الكمية اللي كانت معايا ديت كانت 2 كيلو جزر وحطت لهم كوبايتين سكر. فانا بحاول ان انا اعمل حاجة حلوة يعني لعيالي وكده وما تكونش مكلفة عليا قوي يعني. انا يا بنات هحط كوبايتين سكر عشان هي ممكن ما تجيش في الفيديو كده، بس انا هحط كوبايتين ونص سكر على الاتنين كيلو جزر. طبعا احنا لما بنحط للمربى، لما بنعمل مربى لو احنا نحط كيلو بنحط مثلا قد نص الكمية سكر، بنحط نص كيلو سكر. لا انا بحط اقل من نص الكمية يعني. هما الاتنين كيلو حطت لهم بس كوبايتين ونص سكر ومعلقة العسل الجلوكوز دي، وهقلبها كويس جدا وهحطها في صينية. بقى عندك عايزة حابة انت تحطي مكسرات انت وراحتك، مش حابة. انا كان عندي شوية فاكهة مجففة فانا هحطهم يعني يكسروا اللون اللي هو الاصفر بس مش اكتر، يعني لو مش متوفر عندك ما تحطيش. حابة انت تحطي زبيب حطي. بصي يا جماعة، حاولي ان انت تطلعي يعني تتفنني في بيتك كده، ويعني في نفس الوقت ما تكلفيش نفسك كتير. حاولي ان انت لو كنت بتعملي حاجة كتير وتهادي والكلام ده كله، لا حاولي ان انت تختصري وتكفي نفسك على قد ما تقدري. ما تحاولوش ان انتوا تكلفوا نفسكم كتير لان الحياة غلت وكل حاجة غلت طبعا. فعشان ما تصعبوهاش على نفسكم يا بنات، والله العظيم انت يعني احنا، بصوا هي الواحدة لما بتشغل مخها يعني بتعمل اللي ما يتعملش. فبدل ما بتشغلوا مخكوا على الناس وان احنا نأذي بعض ونخرب بيوت ناس وندمر ناس، لا. طب ما احنا ليه يا جماعة؟ ما كل واحد يخليه في نفسه، كل واحد يخليه في حياته. مش لازم ان احنا نعرف ده عايش ازاي وده بيته ماشي ازاي وده مش عارف ايه. طب ما احنا نفكر ازاي نمشي بيتنا من غير ما نخسر كتير. نفكر ازاي نجدد في بيتنا من غير ما نتكلف كتير. يعني ليه ما نفكرش في مستقبل عيالنا، ان احنا نحاول ان احنا نساعد عيالنا ان احنا نوفر لهم مستقبل كويس من غير ما نخسر حاجات يعني كتير برضو، من غير ما نحرم نفسنا ونحرم عيالنا يعني. ليه يعني الناس دلوقتي بقى كل تفكيرها في الشر وفي الحاجات اللي هي السلبية والحاجات على فكرة يا جماعة انتوا سبحان الله بحس ان في ناس كأنها بتفحر كده، او ربنا بحس ان انتوا كأنكوا بتفحروا على العكننة والمشاكل لنفسكوا. ليه يعني كده؟ حاولي ان انت لما تحس ان انت الاختلاط الكتير هيعملك مشاكل، حاولي ان انت تختصري في بيتك، اختصري في شقتك. حتى لو انت في بيت عيلة وكده ومش عارفة انت، لا اختصري في شقتك طالما انت هيجيلك مشاكل. لو انت كلامك مع حد ده بيعملك مشاكل، حاولي ان انت يعني تبعدي عن الشخص ده او تقللي كلامك معاه. إيه، بس فانا مش عارفة بصراحة يعني ليه ليه الناس مش بتفكر في مصلحة نفسها ومصلحة بيتها. ليه الناس مهما يعني، في انا عارفة ناس يا جماعة يعني لا اللي هو ممكن تخسر حاجات وحاجات كتير، يعني حاجات مش هينة في مقابل بس ان الشخص ده ما يكونوش شايفينه اللي هو مرتاح، ما يكونوش شايفينه ان هو مثلا يعني ان هو عايش احسن منهم.
يا جماعة والله العظيم يعني، هو بصوا عشان بس تبقوا عارفين يعني، هو لما ربنا بيكون رايد حاجة يعني، حتى لو انتوا عملتوا ايه، حتى سبحان الله يعني، الناس اللي هي المؤذية، البني ادمين اللي هم المؤذيين في الحياة دول يعني، مهما تحاولوا تعملوا يعني سبحان الله. ودايما كل واحد شايف نفسه اللي هو مش بيغلط، على فكرة كل واحد شايف نفسه اللي هو دايما بريء، وان هو مش بيظلم حد ومش بيجي على حد، ومثلا ان هو كده شاطر، وان هو كده بيحل نفسه والكلام ده كله. بس والله يا جماعة يعني، تمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فما تحاولوش يا جماعة، ما تحاولوش ان انتوا تأذوا حد وتكونوا يعني ناس مؤذيين في الحياة. حاولوا ان انتوا تسيبوا اثر طيب، حتى لو يعني انتوا لو مش هتنفعوا حد ومش هتفيدوه، لان النفع ربنا طبعا، ربنا اللي بينفع مش ان انتوا اللي بتنفعوا طبعا. فحاولوا ان انتوا ما تكونوش مؤذيين يعني. إيه طبعا، انا بحاول امشي الدنيا على قد ما اقدر يعني، بحاجات بسيطة جدا. انا ممكن ما تكونش حياتي واو بالنسبة لناس كتير يعني، وبتكون حياتي بالنسبة لهم ايه ده حياة عادية وبسيطة، وانا اعرف اعمل احلى من كده بكتير واحسن من كده بكتير. انا شاطرة، انا عندي افكار كتير احسن من كده. بس ما تقدريش تاخدي الخطوة اللي انا يعني اللي انا دخلتها. إيه، ممكن انت تكوني شايفة ان الخطوة اللي انا دخلتها او الخطوة اللي انا خضتها ايه ده. عارفين ان اكبر غلطة غلطتها في حياتي يعني، ان اول ما عملت القناة دي عرفت الناس كتير حواليا ما كانش لازم ان هم يعرفوا. مش عارفة ليه يا بنات يعني، اول حاجة بتيجي في تفكير اي حد مثلا، هي طبعا بتقبض فلوس من القناة دي، هي بتاخد فلوس من القناة دي، هي بتستفاد ايه من الحاجة دي؟ بصوا يا بنات، مفيش حد بيعمل حاجة هو مش بيستفاد منها. يعني انتوا مش بتعملوا حاجة غير لما بتكونوا عارفين انتوا تستفادوا منها. فانا شايفة لو الحاجة ديت مفيش منها استفادة ليا، فانا مش هعملها. بس ليه احنا كل تفكيرنا كده؟ ليه؟ اللي حابب يعمل حاجة يا جماعة يعملها. مفيش حد بيساعد حد، مفيش حد بيدي لحد، كل واحد بيعمل نفسه بنفسه. ده لو هو حابب اللي هو يعمل يعني، ولو هو حابب ان هو يستفيد ويشغل دماغه كده. بس فانا مش عارفة بصراحة يعني، ليه كل تفكير الناس هو ده بيستفاد قد ايه، هو ده بياخد قد ايه، هو ده بيكسب قد ايه، هو ده بيعمل كده عشان ايه؟ فانتوا لو شايفين نفسكم ان انتوا بتعملوا حاجة ويعني هتخليكم تخسروا او هتخليكم مش تستفادوا، فما تعملوهاش. بسيطة وسهلة خالص يعني. في ناس بقى بتدخل القناة دي، في ناس على فكرة انا ما بكونش يعني ان انا يعني مش قصدا ان انا اعرفهم يعني. في ناس عرفت بالصدفة. بس الناس دي بتكون داخلة مثلا اللي هي ايه، تعرف انا حياتي ماشية ازاي، انا عايشة ازاي. فعشان كده انا بحاول ساعات اللي انا ابعد عن القناة مثلا كل فترة او كده. القناة دي مش هي كل حياتي، القناة دي بقدم لكم فيها افكار، بقدم لكم فيها حاجات يعني، او بنتكلم مع بعض شوية. آه، ممكن اكون بفك في القناة دي شوية يعني وكده، بما ان انا يعني في الحياة مش بختلط كتير ومش بتعامل مع ناس كتير ولا كده. انا بحاول ان انا اختصر على قد ما بقدر، لان بصراحة يا جماعة الناس بقت مؤذية بشكل غير طبيعي. فهو دايما يعني، واحسن حاجة طبعا كل ما بتبعدي عن الناس كل ما بترتاحي اكتر. بس والله يا بنات انا عامة يعني ما حدش بيعرف نظام حياتي ماشي ازاي، ولا هو انا ممكن اكون يعني بصور لكم حاجات يعني وبتكلم معاكم عن حاجات وكده، بس مش لازم ان هي تكون حياتي يعني، مش لازم ان هي تكون ان انا بتكلم عن نفسي. انا بتكلم عن نفسي في الحاجات اللي فيها استفادة ليكوا بس، انما اي حاجة مش فيها استفادة ليكوا مش هتفيدكم مش بتكلم فيها يعني. الحاجة ان انتوا مش هتستفادوا منها ما بتكلمش معاكم فيها.
عادي يعني، فهي مش تخص حد ولا تفيد حد ولا تأذي حد. فالناس اللي هي يعني حياتها يعني حياتها مبنية على التجسس دي مش عارفة بصراحة، اللي هو بتدخل يعني بس تشوفي ان انا عايشة ازاي او بعمل ايه او كده. فعادي يا جماعة والله، حياتي عادية خالص زي اي حد، حياة عادية، بس مش هي حياتي دي عادي يعني. مش معنى ان انا مثلا بصور ان انا بغسل بس يبقى انا النهارده كنت بغسل، لا مش شرط. ممكن يكون فيديو متسجل معايا من قبل كده وكنت منتجاه ومش لاقيه فيديو ان انا انزله فنزلته. بديكم منه افكار وبديكم منه يعني ان هو انا عايزه اديكم احفزكم ان انتوا لما تتفرجوا على الفيديو، الفيديو بيكون متسرع وبيكون فيه افكار كتير. فان هو انت لو انت كسلانه او مش قادره ان انت تقومي تشتغلي او تعملي الحاجه، فانت بديك جرعه نشاط زياده شويه فبتقومي يعني تتحمسي للشغله دي او للحاجه دي تعمليها. بس في ناس بقى ما بتكونش ما بتعرفش ان هي تعمل حاجات كتير يعني. في بنات لسه بتكون لسه متجوزة، او في بنات بتكون يعني ما عندهاش خلفية عن حاجات كتير، فبتدخل الفيديوهات بتاعتي بتتعلم منها حاجات. اه في قنوات كتير كبيرة، بس القنوات اللي كبرت كلها يا بنات دلوقتي بقى كل اللي شاغلها كمية مشتريات رهيبة، مشتريات بقى بيوت، مشتريات للمطبخ، ازاي تجددي المطبخ بقى. طب وتصرفي عليه قد كده؟ مفيش يا جماعة ان هو انت تجددي وتصرفي حاجة قليلة. مفيش اللي هو تجددي وتجيبي حاجة مثلا اللي هي تنفع ان انت تستخدميها وان انت. طب ان انت تجددي في طقم التوابل، ان انت تمسكيه تدهني وتعملي وتكلفي عليه قد كده وفي الاخر مش هتعرف تغسليه. طب ما احنا ممكن نعمل حاجات ونغسلها وتكون نظيفة وشكلها نظيف معانا من غير ما نصرف مبالغ قد كده. ما هو اصل هو الناس هتجيب منين؟ اصل هما لما كل ما بيكبروا اكتر كل ما بيحسوش بالناس اكتر يعني. كل ما انت بتشوفي الفيديوهات بتتسرعي بقى ان انت عايزه، انا عايزه اشتري ده وعايزه اشتري ده وعايزه اشتري ده وعايزه اشتري ده. فبالتالي ان انت بتروحي تطلبي من جوزك مثلا، ما هو اكترنا مش بنشتغل. فطبعا هو هيجيب لك منين؟ هو مطلوب منه ميه قد كده وكهرباء ولبس وعلاج واكل وشرب ومش عارف ايه وايه بايظ عايز يتصلح وحاجات كتير قد كده. فهو مش هيجيب لك كمان منظفات مثلا بتبقى داخلالها في 1000 جنيه في الشهر او 500 جنيه في الشهر. إيه يعني ايه يعني؟ بتكون بصراحة يا جماعة بتكون مهما تكون الحالة كويسة يعني، الرجاله اساسا مش بتعترف بالحاجات دي قوي يعني. إيه يعني انتي عشان تقنعيها ان هم يصرفوا حاجات قد كده في شويه منظفات وحاجات من دي، فبتكون من الصعب يعني وكده. فالفيديوهات دي بجد بتدخلك طاقه سلبيه ان انت بتروحي تطلبي من جوزك، فبالتالي اللي هو مش بيديك اللي انت عايزاه. فانت بتحسي ان انت نفسيتك زفت، ان انا لا ده انا ممكن تحسي في نفسك ان انت اقل واحده في الدنيا. لا ده انا عشت دي ضنك، ده انا حتى ما حصلتش اللي جابت فيلا ولا جابت شقه في مش عارفه فين ولا جابت منظفات بقد كده ولا جددت في مطبخها قد كده ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص. فبتحس ان انت حياتك ضنك وان انت الحياه معاكي زي الزفت وان انت مش قادره ان انت حتى تعيشي حياه كويسه اللي انت رسمها في ذهنك وفي دماغك والكلام ده كله. فطبعا يا جماعة هما بيستفادوا فبيجيبوا من الفلوس اللي هما بيدخلوها. فانتوا ما حاولوا ان انتوا يعني على قد ما تقدروا ان انتوا تجيبوا الحاجة، بس الحاجة البسيطة على قد دخلكوا على قد اللي معاكوا. ما تجوش على نفسك وتروحي تجيبي في بيتك وانتي ما عندكش لبس حلو، ما عندكش ازازة برفان حلوة تحطي منها في شقتك. تحسي حتى ان انتي يعني ايه بكامل انوثتك كده يعني اللي هو يعني عندك الاحتياجات. يا جماعة انتوا بتطلعوا بتشوفوا البنات بره بتبقى عاملة ازاي، إيه حاطين اشي مش عارفة برفانات ايه وبادي لوشن وسبلاش وحاجات كده. اقسم بالله انا يعني في حاجات انا مش عارفة اسمها ومش عارفة انا بقولها صح او غلط. إيه بلاشر وتنت وحاجات، يعني حاجات ايه ده؟
حاجات يعني خرافية. وبيبقوا قاعدين في البيت عاملين شكل عبد الغفور بالظبط، يعني جعفر في البيت وهم طالعين ما شاء الله، تقولي ايه ده. فانتي بدل ما بتكبتي نفسك، لا هاتي لنفسك الحاجات دي في البيت، عشان تحافظي على بيتك، عشان تهتمي بنفسك، وتكوني حاسة ان انتي يعني طلعي روح جعفر اللي جواكي دي. خليكي في البيت الجميلة، لان هم طبعا ده حرام، يعني حرام التزين برا البيت والكلام ده كله. جيبي تنت، جيبي بلاشر، جيبي إيه، حاجات اللي هي الفاونديشن، الحاجات اللي هي يعني كل الحاجات اللي هما بيستخدموها بره دي جيبيها واستخدميها في البيت. حاولي ان انت مثلا لو في كريم تفتيح طبيعي ان هو انت هتستخدميه، مش ان هو انت وانت مستخدماه وبعد ما تغسليه ترجعي جعفر تاني، لا. حاولي ان انت يعني تجيبي حاجة تخليكي حلوة طبيعي، يعني مش لو انت عندك حاجة عالجيها مثلا كده. ما تهملوش في نفسكم وفي صحتكم، وتزنقوا نفسكم بحاجات مش ضرورية ابدا، مش لازم انت تجيبيها. ما تحسسيش ليه يا جماعة، ليه يا جماعة بتحسسوا نفسكم ان انتوا اقل من فلانة واقل من علانة؟ على فكرة اللي بتجيب حاجة يا جماعة بتجيبها لبيتها ولنفسها ولعيالها، مش بتجيبها لك ولا اي حاجة. فاللي انت شايفاها ان هي احسن منك دي، هي مش احسن منك ولا اي حاجة. هي لما بتجيب حاجة بتجيبها لنفسها ولبيتها، مش بتجيبها لك ولا اي حاجة. مش حد بيدي لحد حاجة يا جماعة، كل واحد بيجيب الحاجة لنفسه والبيت ولعياله، مش ليكوا ولا اي حاجة. فما تخلوش دايما احساس ان انا دايما اقل من دي، او دي اعلى مني في حياتها ودي مستوى حياتها احلى مني والكلام ده كله. حسسوا نفسكم دايما ان انتوا الحمد لله، احمدوا ربنا دايما على اللي عندكم، احمدوا ربنا ان انتوا ما عندكوش حاجة وحشة مثلا ازياكوا في حياتكم، مش مخليكوا عارفين انتوا تكملوا حياتكم وكده. بس دي الحاجات اللي هي الضرورية والحاجات اللي هي المهمة في الحياة. اما الحاجات اللي هي التانية دي كلها تقدري ان انت تستغني عنها بحاجات تانية وتستبدليها بحاجات تانية، وتعيشي حياتك وتحسسي نفسك ان انت مبسوطة ومرتاحة مهما يعني ضاق بيك الحال، ومهما وصلت حياتك لايه. حتى انت فرحي نفسك، فرحي نفسك بنفسك، عشان محدش هيفرحك ولا هيعبرك حتى. انا هنا بقى كنت حطيت الاكل بتاعي في الفرن. انا بحب اكل الفرن جدا يعني، مهما بقى اسوي اكل في الفرن بتاع البوتاجاز وكده. فانا بصراحه ما بستغناش عن الفرن ده ابدا، لان هو انا بحس ان الاكل منه حاجه تانية. وطبعا الفرن البلدي اللي الناس كتير جدا يعني الفلاحين رجعوا اكتر من الاول يعني. دلوقتي يعتبر بيوت قليله جدا اللي ما فيهاش الفرن البلدي، بس بصراحه يا جماعه الاكل منه حاجه يعني عظمه يعني من الاخر كده. بس انا ما بعرفش والله اللي انا استخدمه ولا اي حاجه خالص. يعني انا ما كنتش بعرف اصلا اعمل اي حاجه، وتعلمت كل ده، يعني كل ده اتعلمته. فما تحسيش في نفسك ان انت يعني عندك نقص، ما تحسسيش نفسك بالنقص، لان احساس النقص ده بيجي من جواكي انت. بس كده الفيديو بقى بتاعي يكون خلص النهارده، واتمنى ان انا اكون وصلتلك رساله، ولو هي بسيطه قوي يعني وهتستفادي منها حاجه بسيطه قوي كده، كنت خلصت بقى وروقت شقتي وروقت حالي وظبطت الدنيا بتاعتي كلها. تدخلي بقى تغيري لبسك او تاخدي شاور كده وتقعدي بقى ملكة في بيتك وحاجتك كلها جاهزة وبيتك نظيف. احساس الظلم واحساس النقص ده بيجي من جواكي، فخلي دايما روحك فرفوشة كده عشان ما تحسيش احساس تندمي عليه بعد كده، لان الزعل هو ده اللي بيخلي بيضيق عيشتك، هو ده اللي بينكد حياتك، هو ده اللي بيبوظ كل حاجة في حياتك. فربنا يفرحكم وربنا يسعدكم وربنا يهونها علينا كلنا، لان بجد الفترة دي صعبة علينا كلنا يعني، فترة صعبة فعلا. إيه، واتمنى ان انتوا كلكم كنتوا تبقوا قريبين مني واقول لكم تعالوا اتفضلوا معايا. طبعا ده الرز ده رز معمر زي ما انتوا شايفين معايا. على فكرة يا بنات انا مفيش اي حد علمني اي حاجة، انا كل حاجة اتعلمتها
لاني عايشه لوحدي، يعني اما كنت بعمل حاجه وتبوظ مني فانا كنت باكلها لوحدي صراحه يعني. لحد ما ابتديت اللي انا اتعلم كل حاجه وعملت كل حاجه بايدي لوحدي مع نفسي من غير ما ابوظ. على فكره انا ما كنتش ببوظ حاجه، انا لما كنت بجرب حاجه كنت بجربها في حاجه صغيره جدا عشان لو باظت يعني اكلها ما تكونش كتير عليا. بس ودي صينيه فراخ عاديه جدا، ما حاولتش ان انا اشوي بقى واستخدم بهارات كتير ولا اي حاجه. حبيت ان انا اعمل اكل عادي جدا، يعني حاجه بسيطه جدا زي اي بيت، يعني بسيط وعادي خالص. وهنا بقى بعد ما بخلص بقى كل حاجة وكده بحاول ان انا الم الباسكت بتاع الزبالة بتاعي واغسله وانضفه وما بقيتش اي زبالة جوه بيتي خالص. عشان ما منعش الملايكة انها تدخله. وبرش معطر بقى في الشقة واروقه، ولو في حلويات اي حاجة حلوة انا عاملاها لعيالي وكده بقدمها لهم. بكمل يومي بقى ازاي؟ مذاكرة طبعا، حفظ قرآن، حاجات يعني الحاجات اللي هي العادية يعني. طبعا كنت هنا بقول لكم اني كنت مقطعه القطعه بقطعتها، يعني كان طالع معايا القطعه بقطعتها كانت مستويه وجميله جدا. وما كانتش واخده مني سكر كتير ولا اي حاجه، وحاجه مختلفه بعيد عن ان انتي تشوي الجزر بس، او ان انت تعملي مربى الجزر. حاجه مختلفه دي ومش هتاخد منك سكر برضو كتير ولا اي حاجه. مع السلامه.